اللحظة الوحيدة اللي خفت فيها من البرديات والأمطار هذه. وأنا أصور المقطع قلت يا رب توقف العاصفة. هذه الرشة الخفيفة تدل إن الحين دخلنا حقبة للطرابة الحين. كأنه برد يا الربع، كأنه برد. أوب 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 أوب. نشوف أن عندنا مكانين ممكن تتركز عليهم الأمطار. المكان الأول هي المنطقة الواقعة بين العاصمة الحبيبة أبو ظبي إلى الإمارة الشارقة الباسمة، والمنطقة الثانية ممكن تتركز في منطقة الظفرة إلى جنوب الدولة. اللابتوب. مرحبا خالد، شحالك؟ هلا والله الحمد لله، شو الاخبار؟ بشرنا عنك. والله تمام يا جالس اتابع المطر اخوي. والله كلنا ياسين نتابع. انت وين الحين؟ انا والله ابو ظبي. انا ابو ظبي، وانا الحين في دبي، واتشاور اني اي صوبكم او انزل جنوب الدولة. والله جنوب واشوفها تقرب من ابو ظبي ما شاء الله. الستلايت عندي واضح ان الاقوى عاصفة تقريبا قاعدة تتشكل جنوب الدولة، فيها ضربات برق كثيرة، وفي بعد عندنا عواصف ممتدة بشكل واسع، يعني مش هذا المكان فقط، حتى لوسط الخليج العربي. هذا رادار المطر الحين فتح مثل ما تشوف. هذه الخلية الأم وهذه عيالها. شو هي الخلية الأم؟ تكون عاصفة رئيسية تتحرك ومعاها تكون مجموعة من الخلايا الرعدية. نحن حاليا في هذا المكان، نحن ممكن نشوف عيالها، بس أظنكم يوسف يريد العيال؟ يوسف يريد الخلية الأم. ممتاز. زين مو مشكلة. شكله ضارب برق عندي. سمعت الصوت؟ تلاحظ الإشارة عندي حمراء ويعطيني في برق على بعد ميل واحد. للحين أنا ما سمعت الرعد، لكن ممكن تكون واحدة من هذه السحب أرعدت حولنا، فهي بشارة طيبة أن الوضع بادي يتحول إلى سحب رعدية. زين شوف، أنا بنكون على أبديتس. أنا الحين بطلع من دبي، بنزل على طريق دبي العين، علشان إذا في شيء صار جنوب الدولة نتوافق عليه صوب القوع. ممتاز، خطة جميلة صراحة. مطارد إن شاء الله بكون على اتصال. إن شاء الله. الله يحفظك، الله يحفظك، مع السلامة. هذه الخلية كيف تتحرك؟ تشوف تقريبا تتحرك في هذا المسار صح؟ لكن هذه الخلية قاعدة تكسر، تنزل للجنوب. شوف لازم ننزل في هذا المكان على الأقل، نكون في هذا الطريق حتى تكون عندنا فرصة أكبر من مشاهدة الوضع من السحب هذه. تقدر تقول من صيف 2011 كنت أشوف أخوي الكبير يطلع سطح البيت يراقب الغيوم، ولا أفهم شو قاعد يشوف، لكن كان أخوي يراقب الأمطار الصيفية. منطقتي اللي أنا ساكن فيها ساكن في الشويب هاي منطقة رملية جبلية، فتتأثر بأمطار الصيف كثير، وكانت وايد صعبة في التوقعات. يعني تبحث في الفوركاست في التوقعات بكرة ما شيء مطر، لكن أخوي يعرف أن بكرة بيطيح المطر. فكان هذا السؤال دائما في ذهني، كيف يعرف، كيف اكتسب هذا الشيء؟ والله في البدايات ما حد يرضى يشوف ولده يصير في الأكشن والعواصف هذه، لكن كيف صارت معاي؟ قمت اخذ الوالده عندي ادهن سيرها، اقول لها امي تعالي عندي بنصير نطارد امطار. شوف هذه العاصفه فتحت لك اياها، هذه العاصفه كانت برعايه الوالده كانت جالسه محلك، ونشوف ونطارد الاعصار اللي صار على مليحه قبل سنتين، فكان حدث رهيب. الوالده كانت مستانسه، فحاليا اذا انا طلعت اطارد لاحداث متشابهه الوالده ما بتخاف علي، بس الوالده الله يحفظها يخاف علي من الوديان والسيول. انا قبل سنتين طحت في برديه في العين، اول سحابه في حياتي اخاف منها، دعيت الله قلت يا رب توقف العاصفه. هذا الدعاء ربعي كلهم يحطون علي ابنه. البرد اللي كان ينزل كبير جدا، وكنت اشوف على الجامعه اليسرى في سياره بعيده، اشوف البرد يدخل عليه في السياره، فلما البرد يدخل عليه في السياره وهو لام بنفسه بهذا الشكل، انا وصلت لمرحله كبيره من الخوف. اللحظه الوحيده اللي خفت فيها من البرديات والامطار هذيك. برد كثيف، برد كثيف. يا رب تنتهي العاصفة، الله يسلمنا. يا رب تنتهي العاصفة، يا رب تنتهي العاصفة. لا إله إلا الله. الجامعات روحت علينا الحمد لله. حي يوسف. مرحبا خالد. في خلية رعدية قامت تنشط في البحر وفيها اللون الوردي. لا برد يعني؟ والله في تشانس، إذا رادار صدى وردي يعني إن شاء الله نتفائل برد. والله أنا هني أشوف صوب السعديات. أيوة.
وللحين عندنا نفاف ما شاء الله. زين، اباك تم تطالع البحر اتجاه الشمال الغربي، الرادار بدا يرصد شيء. هذه النوعيه من السحب ممكن يكون فيها شلف كلاود، ممكن يكون فيها السحب المنخفضه، فالله يخليك نبى ابديت منك. يلا اوكي. يلا مع السلامه. يلا مع السلامه. الحين اكثر شيء انا محتار منه مو بعارف وين اسير، مو بعارف اي خليه اتبع. كل خليه تقول الزين عندي. الخليه القويه اللي نشوفها ممكن الدرب اللي بيننا وبينها فوق ال4 ساعات، فنتريا الخليه اللي تطلع من شمال بحر ابو ظبي. فهذا الشيء شويه نوعا ما لعبه نفسيه. احيانا الواحد من يشوف مؤشر يتبعه، لكن لازم يتأنى ويصبر ويشوف وين ممكن يصير. How much that? 210. قاعد اشوف ان الغيم لا زال نوعا ما غير متماسك، ما في ملامح، تحسه كأنه صبه وحده، فيوحي ان الجو نوعا ما يوحي باضطراب جوي. فالحين لازم ننقل مكانه شوي، ننزل الجنوب ناحيه ابو ظبي او المناطق اللي حولها ونشوف شو اللي ممكن يحصل. في سؤال يتبادر في ذهن الكثير، شو هو المنخفض الجوي؟ المنخفض الجوي تخيل كأن عندك ثلاجة البيت تفتحها الفريزر، شفت اللي هو اللي يطلع لك؟ هذا عبارة عن شو؟ عبارة عن بخار، لكن لأنه هو البارد داخل طلع برا. المنخفضات الجوية شو؟ عبارة عن نفس الفكرة، هو بارد يمشي في طبقات الغلاف الجوي يوصل منطقتنا، ولأن عندنا حرارة، أرضنا حارة شوي دافية، فتصير معانا الكونفكشن، تصير معانا الحمل الحراري، الغيوم الرعدية، البروق والأمطار، وهذه اللي نحن ندور عليها كمطاردين للأمطار. نحن الحين في داخل الموجة، في وسط الموجة بالضبط، لكن قاعدين ننتظر شرارة تستوي، يصير اضطراب جوي في الضغط الجوي علشان نبدأ نشوف العواصف الرعدية أو الخلايا الرعدية الغزيرة. فنتابع إن شاء الله. أنا قاعد أدور على محل أريد أغير مشاش السيارة، يقول ارحمني يا يوسف. اسمع ارحمني يا يوسف، ارحمني يا يوسف. أي نوعية في عندك؟ سمسم بطيء، كان راوي بطيء. راضي أشوف وين؟ هذا نوعية؟ هذا نوعية تمام. شو في فرق؟ ما في فرق. كم سعره؟ هذا 70 درهم، هذا 50 درهم. 70 درهم؟ ايوه تنين ما في. ليش هي 70؟ هذا مال سمسم سيراميك. ترى كله سيراميك ولا؟ هذا اصليه، هذا صراحه ما يجي حدان. فنانة. أنا الحين موجود في سويحان على مرمى من الخلايا هذه. إذا الخلية هذه نزلت في حركة كاسرة إن شاء الله بيكون عندي طريق إني أوصل لها من طريق رصين. في حال الخلية كملت على أبو ظبي أنا في اتجاهها. وين ممكن أتأثر بعد ساعة ساعتين ما نعرف، فلازم نتابع. جهاز البروق عندي رصد عندي برق على مسافة 17 كيلومتر، فممكن تكون هذه وحدة من السحب اللي جاية من صوب أبو ظبي، أبرقت في السماء وتم رصدها عندي. هذه الفار، شفت الفار في الملعب؟ هذه الفار نشوف فيها كل شيء صار قبل. ثبتها فوق السيارة، بعد ما ثبتها أشغل ارفعها عشان تعطيني زاوية أكبر. كذي ممتاز. الحين في شارع أم الزمول أقصى جنوب مدينة العين. في هذا المكان عبرت الخلية البردية، نشوف إذا ممكن يكون في برد موجود في المكان في الرملة حاليا، وبنحاول نصور هذا المشهد ويا البروق. أشوف في بياضة على الرملة أشك إنها برد، بس عندنا هذا الحصى الأبيض في المكان ما نعرفه، فبنقرب ونشوف. في بياضة هني، في بياضة. شوف هذا مش برد، لا هذا مش برد، ها كأنه برد يا الربع، كأنه برد. أوب 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 أوب. واو والله إنه برد، هذا برد قسيورة.
اول يوم من ابريل. قبل نوصل هني قريت الاشاره. شو قلت لكم؟ اشوف في اشاره، وسبحان الله بامر الله سبحانه وتعالى الاشاره هاي تحققت وصارت معانا هذه البرديه في قسيوره اقصى جنوب الامارات. والله احساسي سعيد، ايدي جمدت من البرد. اقصى جنوب العين.